السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني السادة أساتذة الأزهر الشريف، تحياتي وتقديري وبعد. أريد أن أشهدكم على أنفسكم وعلى زملائكم. يعني لما يكون هناك إمام الدعاء يقول بقتل المرتد، وكل شيء أنا بقوله موثق بفيديوهات من عندكم من الأشخاص اللي أنا بقولهم دول، ولما يكون إمام الدعاء بيقول بقتل تارك الصلاة، ولما يكون إمام الدعاء بيقول إنه الواحد ما يعالجش أبوه إذا ما أصابه فشل كلوي ويسيبه يموت. إذن إحنا قصاد مصيبة كبيرة ومخالفة للإسلام. اللي بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مخالفة للإسلام اللي بيقول لا إكراه في الدين. مخالفة للإسلام اللي بيقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن إحنا بنخالف على بالمواجهة القرآن الكريم. ولما يكون عندنا أستاذ ورئيس قسم العقيدة في الأزهر الشريف بيقول إنه اسرقوهم يرحمكم الله، خدوا بعض من حقوقكم من الدولة دي، اسرقوهم في الكهرباء واسرقوهم في الغاز واسرقوهم مش عارف في المية، ده ينفع أصلا؟ اسمه الدكتور إمام رمضان. هل هذا يصح؟ لما يبقى في واحدة أستاذة دكتورة بتقول بوطء البهائم، ينفع ده يبقى الإسلام؟ لما يبقى عندنا أستاذ ورئيس قسم الحديث في كلية أصول الدين بيقول إنه على الزميلة أن ترضع زميلها في العمل، وأن يكون الإرضاع بالتقام الثدي مباشرة ولا يعتبر ذلك كشفا للعورة، هل ده الإسلام؟ الناس دي أصلا ما بتتعاقبش ليه؟ ليه ما بتحاسبهمش بتهمة ازدراء الأديان زي ما بتعملوا مع الناس؟ لما يبقى في واحد بيقول إنه الإسلام في نكاح رضيعة وإرضاع كبير، هل يجوز؟ لما يبقى في قتل مرتد هل يجوز؟ لما يبقى في الإسلام واحد بيقول إنه وحزاق الأئمة أن القرآن ينسخ بالسنة، يعني أحكام القرآن نطمسها ونعلي أحكام السنة المخالفة لها. زي إيه؟ زي كتب عليكم، قرآن هو بيقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، نقوم نشطبها ونحط مكانها السنة اللي بتقول لا وصية لوارث. هل ده يجوز؟ هل مش ربنا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ ولا أنتوا خدتوا الآية اللي بتقول ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ بيتكلم عن آيات قبل ذلك، قبل الإسلام، مش في داخل الإسلام. يعني كان زمان عند اليهود وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ده مين؟ عند اليهود. نسخت بالإسلام اللي هو إيه؟ اللي هو كتب عليكم قصاص في القتلى بس، فقط لا غير. ما بقاش فيه لا سن بسن ولا عين بعين ولا أذن بأذن ولا أي حاجة من دي. ده اللي اسمه النسخ. احنا محتاجين نعيد فهمنا للإسلام وفهم السادة الأساتذة ورؤساء الأقسام للإسلام. هل احنا يصح مننا ان نلاقي أستاذ بيتكلم في نكاح متأسف بيتكلم فيه والله نسيت من كتر الخرافات دي
في أستاذ آخر بيقول إنه عمل إحصائية ووجد إن نسبة الإلحاد في مصر، كان مفتي مصر السابق، نسبة الإلحاد في الأمة الإسلامية 12%. هل يجوز هذا؟ وده مش مسؤولية السادة الفقهاء ما يبقى نسبة الإلحاد 12% أو 10 أو 8 أو 7 ولا إيه؟ هل يجوز هذا؟ إحنا يعني، ولما واحد يقول إنه التقام إنه الإرضاع الكبير يكونوا بالتقام الثدي مباشرة، ولما واحد يقول هو الفقر اللي إحنا فيه ده من شويه، ما هو لان احنا ما بنجاهدش في سبيل الله. ما احنا لو كل سنه بنجاهد، هو بيقول كده، احنا لو كل سنه بنجاهد وكل واحد يرجع له بماليه كويسه ومعاه 3 4 شحوطه، وكل ما يتعذر يبيع شحطه منهم من الاسره، يعني اللي هو عايزنا نبيع اسره. شيخ عظيم جدا بيسموه اعلم اهل الارض في الحديث، وسايبينه مطلوع علينا. إذا الناس دي أصلا مين واسطتها علشان إنها ما بتتحكمش؟ وبيتحاكم واحد بيقول ما فيش داعي لقتل المرتد، واحد تاني بيقول ما فيش داعي لقتل تارك الصلاة، واحد تالت يقول الإسلام ما فيهوش أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إحنا لازم نتقي الله شوية، لازم نتقي الله شوية، لازم نفهم دين شوية، لازم نعدل شوية بين اللي بيغلطوا أخطاء جسيمة تؤثر على الإسلام وعلى سمعة الإسلام. ما نقولش إن إحنا مش هنكفر داعش، إنما نكفر مين؟ نكفر إسلام بحيري، أو نكفر أحمد عبد ماهر، أو نكفر حاجة زي كده يعني، أو نكفر محمد يعني. إذن هل يجوز إن المحاكم والنيابات، لما أنتوا عارفين إن الدين تخصص، يا نيابات ويا محاكم، لما أنتوا عارفين إن الدين تخصص، طب بتحكموا ليه في الدين؟ لازم جهة خبرة تحكم، لازم جهة خبرة عند النيابة عشان ما تتهمش حد بالباطل. النيابة ما تتهم، عشان ما تتهمش حد بالباطل تجيب حد بقى متخصص وتحكمه قبل ما تعمل قرار اتهام، ولا ايه؟ مش هو الدين تخصص ومحدش يتكلم في الدين الا المتخصصين؟ وادي المتخصصين هم بيقولوا الكلام ده. ينفع اصلا نتبع هؤلاء المتخصصين؟ يعني هل صحيح كل المسيحيين كفار؟ هل صحيح كل اليهود كفار؟ هو ربنا ما قالش في القرآن انهم مؤمنين؟ امال احل لنا الزواج منهم ازاي؟ يعني هل احل لنا الزواج، ربنا احل لنا الزواج من المسيحيه او اليهوديه، وفي نفس الوقت بيقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ كيف يعني؟ انتوا اوجدتوا تناقض في القرآن بفهمكم وفقهكم ده. يا ناس لله نعرف، هل الرسول كلنا درسنا ان الرسول ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، لم يكن يعلم القراءة ولا الكتابة، ولما جاءه جبريل وقال له اقرأ قال ما انا بقارئ. الكلام ده كلام خرف. ليه خرف؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وطالما قال انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى اذا طالما قال له اقرا يبقى هو بيعرف يقرا. امال هو ليه في حال الوفاه قال اتوني، لما جه يتوفى الرسول عليه الصلاه والسلام قال اتوني بالكتف والدواء اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. كانت جت ازاي دي؟ يعني مش نشوف التناقض اللي لحد النهارده بندرس الكلام ده. الأمية عند رسول الله وأمية القوم كانت أمية تخصصية في أنه لم ينزل عليهم دين سماوي قبل ذلك. أما الدين السماوي الذي نزل عليهم لما نزل خلاص ما بقوش أميين، اللي هو الدين الإسلام. يبقى إذن ونزل عليهم وعلى الناس جميعا طبعا. إذن إحنا عايزين
نعيد تاني فكرنا وفهمنا وإدراكنا واللي احنا بنقوله في التلفزيونات واللي بنقوله في الفيديوهات للناس، علشان احنا أسأنا للإسلام. احنا الفقهاء أقصد. طبعا أنا مش من السادة الفقهاء، وعلى فكرة أنا أول مرة أتصور ورايا مكتبة زي ما هم بيعملوا. ما المكتبة دي بتاعتي، وانتوا عارفين ان في يعني 9 مكتبات جوه المكتب ده، في 9 مكتبات تانيين جوه، 9. لكن ما بحبش اتصور واتمنظر. وبعدين انا مش عارف ليه الساده الفقهاء برضو بينقضوا اهل التنوير ولا ينقضوا انفسهم. يعني الكلام اللي انا اتكلمت فيه ده كله ما حدش فيهم جاب سيره التاني ابدا في الموضوع. وبعدين هو مش الامام ابو حنيفه قال انه يجوز ان الرجل ينكح امه واخته ومش عارف مين ومين ومين ومين، ولكن لا يحد عليه ولكن يعذر؟ مش قال كده؟ مش قال انه المرتدة لا تقتل ولكن تحبس ويمنع عنها الطعام والشراب وتضرب في كل يوم 39 صوتا الى ان تتوب او تموت؟ هو ده دين اصلا؟ ده دين الاسلام؟ حد قال كده في دين الاسلام؟ مش الامام مالك قال انه حمل المرأة 5 سنوات يمكن ان يستقر في بطنها 5 سنوات؟ هو ده الاسلام؟ مش الامام مالك قال ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة وان قراءتها في الصلاة مكروهة ولا تقال لا سرا ولا جهرا؟ الامام ابو حنيفة قال تقال سرا، انما مالك قال لا تقال لا سرا ولا جهرا لان قراءتها مكروهة. هل ده الدين؟ هل مش قادرين احنا نحط ضوابط للدين؟ طلع لنا دلوقتي ناس بتقول ان الصلاه الحركيه ما هياش صلاه، لا ده المفروض ان انا تمتم كده ببقي وخلاص. ايه الهبل ده؟ ومحدش بيعاقبهم ليه؟ يعني ما شفتش واحد من بتوع الصلاه الحركيه ده تم تقديمه للمحاكمه. احنا محتاجين يعني ونحاول ان احنا نصحح مسيره ديننا. هل النهارده المسيحي كل المسيحيين كفار وربنا بيقول ليسوا سواء من اهل الكتاب؟ مش كلهم زي بعض. ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ده بيقول على اهل الكتاب اهو. اذا نغير بقى دماغنا. ما تقوليش بقى اصل انا بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى المغضوب عليهم هم المسيحيين اللي هم اليهود والضالين هم المسيحيين. ما فيش كده، ما فيش كده. ده في ضالين من الصحابه ومغضوب عليهم وملعين كمان من الصحابه. مش ربنا اللي قال لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ وطبعا قتلوا بعضهم بعضا في معركتي الجمل وصفين، 100,000 قتيل ما بين صحابي وتابعي. تاني أقول الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شفتوا كم حاجة؟ اللي بيقتل الصحابة اللي قتلت بعض دي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ادي 1، خالدا فيها 2، وغضب الله عليه 3، ولعنه 4، وأعد له عذابا عظيما 5. احنا مش ازاي بقى تقول انت على الصحابه كلهم عدول؟ ازاي يا فضيله الشيخ؟ فوق يا فضيله الشيخ فوق. ازاي تقول على ان الصحابه كلهم عدول ومنهم ملعين ومنهم مغضوب عليهم ومنهم مخلدين في النار؟ بلاش. قول المولى عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. مين أهل المدينة؟ عارفين مين أهل المدينة؟ مش صحابة دول؟ مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 2 مرات ثم يردون إلى عذاب عظيم. هيتعذبوا 2 مرات ويردوا على عذاب عظيم، وسيادتك بتقول إنهم كلهم عدول؟ يا حلاوتك يا فقيه، إيه الجمال اللي أنت فيه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما قريتش قرآن قبل كده يا فقيه؟
ما عرفتوش؟ يبقى اذا لما تقول غير المغضوب عليهم ممكن يطلع صحابي، مش اليهود بس، ولا الضالين، ممكن يطلع صحابي مش المسيحيين بس. فهمنا؟ اذا لما نقول وبعدين ما تقوليش انه السنه مبينه للقران. ما انا قلت لك قبل كده في فيديو السنه ليست مبينه للقران، لان القران مبين في ذاته وميسر في ذاته ومفصل في ذاته. اذا انت كده بتغير في طبيعه الكلمه القرانيه والايه القرانيه. لما تبقى عندنا واحد اسمه ابن الجوزي عامل كتاب اسمه نواسخ القران لابن الجوزي وما اتفقوش فيها، لا قال لك هذا في 66 مساله منسوخه، ولا قال لك في 166 مساله منسوخه، ولا قال لك في ده في 265 مساله منسوخه. اي كلام فارغ. دول بيعبثوا بالقران، دول بيكفروا بايات القران الائمه دول. يبقى اذا لما تعرفوا بقى القول الفصل ان ربنا قال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ما تقوليش ان فيها ايات ملغيه. ملغيه ايه؟ جبتوها منين؟ وما اتفقتوش عليها كمان. المصيبه ده حتى ما اتفقتوش في بسم الله الرحمن الرحيم اذا كانت من الفاتحه ولا لا. والاخ ابن البخاري برضو يتكلم ويقول لك ان المعوذتين ليستا من القران، في حديث كده مدمج مع بعضهم، ملخبطينه جوه بعضهم. وعن ابن مسعود انه المعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ليستا من القران. ايه الخبل ده؟ وازاي لحد النهارده بندرس الكلام ده؟ وامتى هنلقح الحاجات دي؟ وليه انتوا يا فقهاء مخالفين للقانون 103 لسنه 1961 في مادته الخامسة عشرة والقاضيه بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية بغرض تنقية التراث من الفضول والشوائب؟ لحد النهاردة لا تنقوا التراث من الفضول والشوائب. ليه؟ عشان أنا اللي وحش؟ عشان أنا اللي بقول الكلام اللي أنا قلته ده كله من أول الحلقة لحد دلوقتي؟ أنا اللي قلت إرضاع كبير ونكاح رضيعة وقتل مرتد وقتل تارك صلاة وما تعالجش أبوك إذا جاله فشل كلوي وارميه يسيبه بتصرف عليه وتتعب نفسك ليه زي ما الشيخ الشعراوي بيقول ونسقف له؟ مش بتسقفوا له؟ يعني هل هذا يصح يا جماعه؟ امتى هنقف وقفه جاده في تقوى الله عز وجل ونعلي الكلمه القرانيه على ما دونها وما سواها؟ وبعدين المرويات ما اسمهاش سنه. السنة شيء والمرويات شيء آخر. على عيني وعلى راسي المرويات. يعني مروية بتقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. لكن ما ينفعش أبدا إن احنا نبقى بهذا المنظر وقاعدين ساكتين وكل يوم نقبض مرتب، كل شهر نقبض مرتب من الحكومة عشان نروج لهذا الخرف. هذا الخرف اللي بيقول قتل المرتد وقتل تارك الصلاة وارضاع الكبير ونكاح الرضيعة ومش عارف وان سبي النساء في الحروب ووطئهن ونهب الدور والقصور وأسر الأسرى واسترقاقهم وبيعهم في الأسواق. ايه ده؟ وخلونا نفخر احنا بقى بالحاجات دي. يعني المصيبة بقى كان انتوا كمان خليتونا نفخر بان الصحابة تسبي النساء وتطأهن. ده شيء جميل، شايفين انتوا؟ شيء جميل خالص، واعتبرناه بطولة. سيف الله المسلول، وده سعد بن ابي وقاص، وده عمرو بن العاص، وده مش عارف ايه، ويخشوا يهجموا على الدول وياخدوا منها السبايا ويبيعوهم وياخدوا منهم الأسرى ويبيعوهم في الأسواق. هو ده الإسلام؟ إذا أنا بقول الكلام ده وربنا شاهد عليا، بقول الكلام ده. أنا حاربت كل حروب مصر، لكن دي الحرب الحالية. الحرب الحالية هي تنقية ذلك التراث من الفضول والشوائب.
الحرب الحالية اللي خلت عندنا ملايين ملحدين من ايه؟ من ده، وعشرات العابرين ولا مئات العابرين الله اعلم. احنا لازم نعيد الفكر، وسيبكوا بقى من حكاية انه محدش بيفهم في الدين الا خريج الازهر، لانه اكيد المتقين كتير لكن انتوا اللي مش شايفينهم. شكرا جزيلا يا اخوة، كرمكم الله وبارك عليكم.